ركزوا في الفيديو ده كويس عشان بعد كده محدش هيضحك عليه لما يجي يشتري البطيخ تاني، لان انا رحت لاشهر بياع واقف في ساقية مكي بيبيع بطيخ بقاله 40 سنة في شارع البحر الاعظم. الراجل ده راجل محترم وامين وعنده ضمير جدا. قال لي انا هقول لك ازاي تشتري البطيخ ويطلع حمار وحلاوة ومحدش هيضحك عليه تاني. يلا بينا نسمع الراجل الجدع ده، واعملوا شير كتير للفيديو عشان كله يستفاد، وحطوا له تعليق ادعوا له فيه لانه راجل محترم. هتسمعوا قصته كلها النهارده. يلا بينا نشوف اسرار البطيخ. الشق ايوه بقى وش حلو عليك اهو. يا مسهل يا رب، التسهيل على الله. عامل ايه الاول؟ نحمد الله في نعمه والله. الله كل سنه وانت طيب. انت طيب يا باشا. اسم حضرتك ايه الاول؟ عيد ان شاء الله. حبيبي يا عم عيد. الله يكرمك يا باشا. انت بقالك كام سنه بتبيع بطيخ؟ بقالي دلوقتي اللهم صل على النبي يجي 30 سنه. بسم الله ما شاء الله. ليه يا عم انت كبير قوي كده؟ عندي 52 سنه. بسم الله ما شاء بقالي كمان يجي 40 سنه كمان، عشان انا ببيع بطيخ وانا عندي 12 سنه. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك. اللهم امين يا رب. الموسم البطيخ بدأ خلاص؟ ان شاء الله بدأ بقاله دلوقتي يجي شهر. ابو سنبل كان هو اول البدايه. احسن بطيخه نجيبها منين؟ هو حاليا دلوقتي يعني هو بيبقى ابو سنبل عامه اسوان الله اكبر. وبعديه بقى اللي هو بينزل بتاع قلبشو مدير التحرير، حاجه ما شاء الله يعني. انما رقم واحد في البطيخ، رقم واحد في البطيخ قلبشو جيزه. قلبشو اللي هو بيسموه الجيزه ولا قلبشو؟ هو قلبشو، بلد اسمها قلبشو مدير التحرير. هنا في الجيزه برضه بيزرعوه جماعه اللي هم البرانسه الجماعه البرانسه اللي هم بتوع كفر الشيخ. تصدق انا نفسي في يوم من الايام اروح ارض بطيخ. والله ده مش بعيده يعني، هو الصحراوي دلوقتي بيجمع. ايوه الصحراوي اسكندريه الصحراوي هتنزل هتلاقي ان شاء الله نروح لهم باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. قول لي بقى علامات البطيخه الحلوه. تعالى اوريك يا باشا. ايوه عشان الناس ما انت اللي هتبقى معاك المفتاح عشان ما حدش يضحك عليه السنه دي. بص حضرتك يعني مثلا طلع واحده كده في ايدك بقى، طلع لنا واحده على مهلك. ده حضرتك بيبقى مثلا أيوة. عسل النحل، بيبقى ايه اللي هي المخرفش دوت كده، بيبقى النحل مملوم عليه تمام وبيقرش فيه. حلو، دي علامه. وبذر البتاع كده يبقى دبلانه كده بقى. والقومه دوت يبقى ضيق حلو مش واسع. اللي هي دي كده بتبقى ايه، القفله بتاعت البطيخ بتبقى ضيقه مش واسعه. حلو. لو واسعه بتبقى البطيخه لسه نيه، اما تكون قفلت تمام بتلم قفلتها بتبقى اتسوت خلاص. ليه البطيخ كله السنه اللي فاتت كان احمر؟ في سر في الموضوع؟ البطيخ طالما الموسم جه يعني وعديت شهر 5 البطيخ كله بيحمر، عشان الجو حر بقى كله بيحمر ما شاء الله، كله احمر. انما الدلع من الحلوه هي العلامه اللي انت قلت لي عليها بتاعت النحل يعني دي. بالظبط كده. في واحده كبيره هنا كمان علامه كبيره اهي. يعني ايوه ده بص دي خليه ما شاء الله. دي خليه علامات النحل ديت. ده بصوا خليه النحل ما شاء الله. دي البطيخه تبقى استوت وفيها ايه سكريات عاليه ما شاء الله. فهنا النحل بتلم عليها. البطيخه ليه في بطيخ بيبقى غامق قوي وبطيخ فاتح قوي؟ ده بتبقى التقاوي بسره. تقاوي هي بتبقى بسره يعني. في بطيخ اسمه سكاتا وبطيخ اسمه روماريو وبطيخ اسمه شيليان اخضر. تمام. يعني كل دي بتبقى تقاوي بس يعني، وهي الارض واحده كل واحد. بادئ بكام البطيخ النهارده؟ البطيخ السنه دي بادئ غالي قوي 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 يعني في السوق. يعني في ناس جماعه بتوع تصدير خدوا بطيخ ب 235 جنيه من السوق. الواحده على المزاد. الله اكبر. ب 235 جنيه على المزاد جماعه بتوع تصدير. انما لا احنا خلينا في المصريين. مثلا حاليا دلوقتي البطيخ بيطلع مثلا ب 90 ب 100 على المزاد، ب 70 ب 75 ما شاء الله. تبع الاحجام. الكيلو بكام؟ الكيلو دلوقتي بنبيعه ب 12 ونص ب 15 ب 11 زي ما احنا ورزقنا. ما بتدقش انت مع الناس؟ احنا ورزق يعني. البطيخه لو فيها 5 جنيه ببيعها، فيها 10 جنيه ببيعها، فيها 2 كده يعني. احنا طبعا نقول لي احنا عنواننا فين هنا؟ احنا هنا شارع البحر الاعظم ساقية مكي. ما شاء الله الحته دي مشهوره بالبطيخ قوي. اكيد طبعا عشان هي في كام عربيه واقفه. اكيد طبعا عشان هنا كان اصلا شادر البطيخ، منبع البطيخ كان هنا في ساقية مكي. كان منبع البطيخ اصلا كان هنا في ساقية مكي. ما شاء الله عليك. الحمد لله ونحمد الله. وادينا الحمد لله. بتقف من الساعه كام لكام؟ يعني بنطلع بعد بنصلي الظهر وبنطلع وربنا بيكرمنا قبل المغرب بنخش. اللي بيراضينا بيه الحمد لله بنرضى بيه الحمد لله. في يوم نزلت وما بعتش؟ والله كتير بتحصل يعني. قربها امبارح نحمد الله ونشكر فضله وقبل كل شيء، ودي ارزاق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. اول امبارح باع 5 بطيخات يوم ما يعملوا خالص مش هيعملوا، ما يغطوش مكسبهم يعني. يعني مش هيعملوا ب 70 80 جنيه
ربنا يرزقك يا أخي. الحمد لله، نحمد الله، بنشكر ربنا وبنشكر فضله الحمد لله، وفي يوم بيعوض وفي يوم كده والدنيا ماشيه. طب الناس اللي عايز يجي لك هنا يتواصل معاك ازاي؟ والله يعني انت وراك ايه؟ بص هو وراه ايه بقى عشان نعرف بقى. احنا هنا في في شارع البحر الاعظم، القريه الفرعونيه. القريه الفرعونيه ورانا عند- كده عندي قهوه البيت بيتك، قهوه البيت بيتك دي كافيتيريا البيت بيتك وشركه جرين لاند للمعدات وبنك اسكندريه وبنك ايوه بنك اسكندريه اهو على طول، هو واقف ايه بعديه على طول هنا. على طول ان شاء ما شاء الله. الله. وربنا يقدر ربنا يا اخي يرزقك. وانا بص البطيخ بتاعه عسل والله والحمد العظيم ما شاء لله. الله. والعينه اهي، العينه اهي، العينه باينه. ايوه بصوا بقى، الله اكبر عليك، ما شاء الله عليك. انا ليا الشرف ان انا معاك. والله أنا العظيم أحمد. الحمد لله، ربنا يبارك معاك. وربنا يبارك لكم. بصوا احنا اتقابلنا بالصدفه، الحمد اي لله حد سبحانه. بياكل لقمته بعرق جبينه على دماغي، اقسم الحمد بالله لله على رب دماغي. العالمين، الحمد وانتوا لله. ما تتخيلوش درجه الحراره النهارده 42 والراجل ده واقف في عز الشمس كده عشان يا رب يا رب ربنا يرزقه الحمد لله، ويسعده الحمد لله، ويكرمه. الحمد لله رب نيتك ايه العالمين. في الدنيا بقى؟ انا امنيتي ان انا اسطر عيالي بس. انت عندك عيال قد ايه؟ انا عندي 4 وعندي بنتين، يعني الحمد لله، واحد على وش جواز، وربنا يقدرني واكمل لها جهازها. الحمد ربنا لله يا رب يقدرك عليه. وربنا يكرمنا ان شاء الله واسطر عيالي بس بس اسطر عيالي والحمد لله، وربنا يكرمهم ويبقوا كويسين. حتى الواحد لو مات يعني ربنا يدعوا يديك له. الصحة، ربنا يديك حتى الواحد لو ربنا الصحة افتكره ويخليهم عياله لك. يدعي له، وابونا عمل لنا وساب لنا وكده. بس ربنا يا رب اللي انا بص سترة البنات دي مفيش احسن منها. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا الله يبارك لك ونشكر فضله. وتسترهم يا الله العظيم. وسعيد جدا ان انا قابلت حبيبي سعادتك. ده انا ابوس دماغك. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال. يعني الكمال لله مبدل الأحوال، كل ما يرضى العبد بيزيد من هداه.